إن معاناة أولئك المسجونين فاقت التصور في معتقل سلا 2 الذي وصفوه بأنه غوانتانامو المغرب. وفي بيان تلقت الجزيرة نسخة منه، اتهم المعتقلون سلطات السجن المغربية بممارسات وحشية وغير إنسانية ضدهم، وأكدوا أن التعذيب في سجن سلا 2 سياسة ممنهجة تتم تحت إشراف مدير السجن ونائبه ورئيس المعتقل ورؤساء الأحياء وقوات التدخل. كما لفتوا النظر إلى عدم وجود طبيب في السجن وإلى إهمال أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والربو والروماتيزم، واشتكى المعتقلون من قيام سجانيهم بمحاولة الاغتصاب والضرب والتعذيب والرعب النفسي ضدهم. كما اتهموهم بسب الذات الإلهية والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم من إقامة الشعائر الدينية. وشدد السجناء على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه التجاوزات التي تمس العقيدة والكرامة، وأنهم سيسلكون كل السبل المتاحة لرفع الظلم والإفراج عنهم. ومعنا من مدينة القنيطرة غربي الرباط محمد حداش المحامي والناشط الحقوقي. سيد محمد، إلى أي مدى يلامس هذا البيان حقيقة أوضاع معتقلي سجن سلا 2؟ السلام عليكم بداية، وأشكركم على الاستضافة. أنا أود أن أقول على أنه من الصعب جدا أن نمتلك نحن المناضلون الحقوقيون كإطارات سواء منظمين أو كأفراد كفاعلين أفراد، من الصعب جدا أن نضع أيدينا على معطيات نقول عنها علمية وحقيقية وموضوعية، وذلك بسبب رئيسي هو استمرار سياسة إغلاق سبب السجون والمؤسسات السجنية في وجه المنظمات الحقوقية. لا يسمح لنا بولوجها للتأكد من لكن أليس لهؤلاء المعتقلين محامون يدافعون عنهم؟ نعم. أليس لهؤلاء المعتقلين محامون يدافعون عنهم وبالتالي يطلعون على المعطيات؟ لا، من الصعب جدا أن يطلعوا على المعطيات. أنا أقول على أن المصدر الحقيقي والمصدر الوحيد لنا هو أقوال المعتقلين وعائلاتهم والبيانات التي يصدرونها. نحن مثلنا مثلكم طبعا يعني في هذا الموضوع. المعلومات التي نتوفر عليها هي التي نستقيها من الاحتكاك المباشر بموكلينا وبعائلات المعتقلين فقط. لا يسمح لنا كمحامين وكمنظمات حقوقية بالولوج إلى داخل السجن، طبعا باستثناء الأماكن المخصصة للزيارات، وهذه لا تكون يعني كافية للاطلاع على الأوضاع الحقيقية بشكل مباشر على وضعية هؤلاء السجناء. طيب، من خلال المعطيات المتوفرة نعم سيد محمد، من خلال المعطيات المتوفرة هي أمور خطيرة تحدث عنها هؤلاء في بيانهم: تعذيب ممنهج، محاولات اغتصاب وسب الذات الإلهية وغيرها. برأيك من الذي يدفع بهذا الاتجاه ولماذا كل هذا؟ يعني لابد أولا أن ننتقل إلى موضوع اسمه التأكد من صدقية هذه الأقوال. أنا كنت دفاع أحد المتهمين في خلايا السلفية الجهادية، ووقفت على معطيات تم التصريح بها أثناء المحكمة يعني مذهلة جدا ومخجلة جدا، وعلى رأسها الادعاء بالتعرض للتعذيب والتعرض لمحاولات الاغتصاب والسب والتقليل والإذلال وتمريغ الأنف في التراب إن قلنا يعني. وبالرغم من أننا قاتلنا وناضلنا ورافعنا وتقدمنا بملتمسات ترمي إلى عرض هؤلاء على خبرة وإعادة التحقيق وإجراء تحقيق تكميلي واستغلال سلطة قضائية واسعة من أجل الوقوف على عين الحقيقة، إلى أنه لم يستجب لهذه الادعاءات. من الذي يدفع في هذا الاتجاه أو ذاك؟ الأمور مفتوحة يعني على عدة قراءات. هناك من يريد أن يعيق إمكانية التصالح مع الماضي، هناك من يريد في المغرب أن يعيق إمكانية التعامل مع سيد محمد، في عجالة الآن يعني. هل تنوون الاستمرار في محاولاتكم؟ هل هناك تحركات قانونية تنوون القيام بها؟ نعم، نحن نتحرك في إطار الائتلاف لمناهضة التعذيب من أجل مطالبة الوزير الأول السيد بن كيران من أجل إصدار تعليمات فورية لمندوبية السجون من أجل فتح أبوابها أمام المنظمات الحقوقية. شكرا جزيلا. أيضا من أجل استدعاء المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي من أجل زيارة هذه السجون وعلى رأسها سجن تمارا. شكرا جزيلا لك محمد حداش المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من الرباط. شكرا لك.